استطاع فيها الهلال أن يقلب تأخره بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول إلى فوز مستحق ب3 أهداف مقابل هدفين في الشوط الثاني. هنا علي مبخوت في الشوط الأول تمكن من إحراز الهدف الأول، بعد ذلك عبد الله قاسم يعزز النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 45، لكن في الشوط الثاني ياسر القحطاني يكشر عن أنيابه ويسجل هدفين من كرة ثابتة، وبعد ذلك أيضا يستقل ويقنص بهدف القناص ياسر هدف التعادل بسيناريو مختلف في شوط المباراة الثاني. شوف العرضية من أحمد الفريدي وجول للهلال. التعادل للهلال 2-2. عدنا مرة أخرى. رادوي ورادو